السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا كاملين على خير. اليوم قصتنا وقعت في ولاية مونتانا الأمريكية. أبطال القصة ديالنا هما واحد الكوبل. الزوج هو كوبي جونسون وعمره 24 عام، والزوجة ديالو هي جوردن لين والسن ديالها 21 عام. والأحداث ديال هاد القصة وقعت في سنة 2011. دابا نتعرفوا على أبطال القصة ديالنا، ونبداو بكوبي. كوبي تزاد في لوس أنجلوس، ولكن بعد وفاة الأب ديالو انتقل هو والوالدة ديالو لولاية مونتانا، وعاشوا فيها حياة زوينة ترونكيل. وكوبي كان ولد ظريف خلوق عزيز على كل شيء، ضحوكي مفعم بالحياة. داك النوع اللي عزيز عليه السفر، يدير بزاف ديال الأنشطة، عايش الحياة ديالو مزيان. وحتى العلاقة ديالو بالأم ديالو كانت قوية بزاف، وكان كيحماق على شي حاجة سميتها الطوموبيلات، وعزيز عليه يتسابق مع صحابو بالسيارات. ومن بعد ما كمل الدراسة ديالو قدر يخدم في المجال اللي كيحماق عليه مع الصديق ديالو كاميرون، اللي كان متخصص في ما يسمى تطوير السيارات بشكل خاص للي كليون ديالو. يعني كيصايب ليهم السيارات ديالهم من ناحية الديزاين وشحال من حاجة على حسب الذوق ديالهم. كوبي كان مستقر في حياته، عايش مزيان كلشي عنده، ولكن كان ناقصاه واحد الحاجة مهمة بالنسبة ليه، واللي هي الحب. وفي سنة 2011 شاف بنت سميتها جوردن وعجباتو بزاف، وكان منجذب ليها بواحد الشكل كبير. وهاد البنت كان بينه وبينها بزاف ديال الحوايج مشتركة، وحتى من الناحية الدينية جوردن كانت متدينة، وكوبي كان عاجبو هادشي بزاف، ولقى فيها قاع داكشي اللي باغيه. وتفاهموا مزيان، وبداو كيزيدوا يتعرفوا على بعضهم وكيتقربوا كتر. وكان عندهم واحد البلاصة مفضلة ديالهم ديما كيمشيو ليها بجوج في واحد الحديقة سميتها غليشير ناشيونال بارك. العلاقة ديالهم كانت غادية بخير، كل شي كان مزيان، وما حد الوقت كيدوز وهما كيزيدوا يتعلقوا ببعضياتهم. ومن بعد عام خطبها كوبي، ومن بعد 6 شهور تزوجوا وداروا عرس رائع. وكانوا بجوج بهم فرحانين، وكاع الناس فرحانين بهم، وكتبوا بجوج بهم أغنية وطلقوها نهار عرسهم وشطحوا عليها. المهم قمة الحب والرومانسية. وكوبي خدا كونجي سيمانة باش يدوزو مع مراتو مورا العرس، وكل شي كان غادي مزيان. نهار الحد 7 يوليوز 2013 كان كوبي داير غيتلاقى مع بابات مراتو جوردن، ولكن كوبي عيط ليه وقال ليه ما غنقدرش نجي، حيت جوردن قالت ليه راها دايره ليه مفاجأة في داك النهار وخاصو يمشي معاها. إيوا هاد النهار خرجوا، مشاو للكنيسة حيت جوردن كيف ما قلنا كانت متدينة. ومن بعد مشاو تساراو وجلسوا في الطبيعة، ومن بعد تلاقاو مع شي صحابهم ومشاو تعشاو اونصومبل في واحد المطعم. ومع 8:30 ديال الليل كملوا العشاء ورجعوا بحالهم. ونهار الاثنين كوبي كان خاصو يرجع لخدمته حيت العطلة ديالو سالات. وكوبي كان إنسان كيحتارم العمل ديالو وكيمشي دائما في الوقت، ولكن داك النهار كوبي ما مشاش للخدمة ديالو. فالسيد اللي كان خدام معاه كوبي واللي هو في نفس الوقت صاحبه كاميرون تشوش عليه بزاف، حيت هادشي ماشي من عادته. وبقى كيعيط ليه في التليفون، ولكن والو، كوبي ما كيجاوبش. فقال مع راسو شي حاجة ماشي هي هاديك، خاصني ندوز لعندو للدار نشوف اشنو واقع. وداكشي اللي دار، مشى لعندو للدار، دق الباب، والو، حتى حد ما فتح ليه. كان ثقيل في الدار، وباين حتى شي حد ما كاين في الدار. فكاميرون تخلع لا تكون واقعة شي حاجة لصاحبو، حيت هادشي اللي واقع جاه غريب. السيد ما جاش للخدمة، كيعيط ليه ما كيجاوبوش، وما كاين حتى شي حد في الدار. المهم بطريقة أو بأخرى كاميرون قدر يدخل للدار لداخل. ما عرفناش واش نقز من فوق شي حيط ولا حل الباب بشي طريقة. المهم لقى شي طريقة ودخل للدار، فلقى كل شي عادي في الدار، غير هو حتى شي حد ما كاين. ولكن لقى التليفون ديال صاحبو كوبي مليوح في الكراج. فهنا كاميرون زاد تخلع على صاحبو، عيط لعائلة كوبي وصاحبو كيسولهم عليه، ولكن حتى شي حد ما عارف عليه شي حاجة. صافي كاميرون بانت ليه القضية حامضة، ومشى قدم بلاغ عند البوليس بلي صاحبو مختفي. وداك التوتر والخوف اللي كان باين بوضوح على كاميرون لا تكون واقعة شي حاجة خايبة لصاحبو، خلى البوليس يتحركوا ديك الساعة ويبداو يقلبوا على كوبي. ولكن السؤال هنا، فين مرتو جوردن؟
وعلاش ماشي هي اللي علمت البوليس بالاختفاء ديالو؟ زعما يكونوا بجوج بهم مع بعضياتهم خارجين لشي بلاصة وكوبي نسى تليفونو في الكراج وما وقع والو، اولا بجوج بهم واقع عليهم شي حاجة، ولا اشنو واقع؟ فينا هما كوبي وجوردن؟ وفي العشية وأخيرا جوردن بانت، اتصلت بشي صحاباتها وخاصة واحد جوج صحاباتها اللي هما صحاباتها الانتيم كيم وهانا، كتسولهم واش ما شافوش راجلها كوبي، حيت الأصدقاء ديال جوردن وخاصة كيم وهانا كانوا أصدقاء حتى ديال كوبي. المهم من بعد ما بان جوردن وأخيرا مشات لعند البوليس مني عرفت بلي راه كيقلبوا على كوبي، وقالت ليهم نهار الحد الليل ملي كانوا راجعين من الريستو اللي تعشاو فيه عيطات ليه شي نمرة وهي ما عرفاتش شكون، وهاد المكالمة استمرت شي نص ساعة، وفي نفس الوقت تفكرات بلي نسات الشارجور ديالها في الخدمة ديالها، فرجعت للبلاصة فين خدامة وخلات كوبي في الدار مازال كيهضر في التليفون. قالت ليهم بلي مشات جابت الشارجور ديالها، ومني كانت راجعة بحالها للدار صيفط ليها كوبي ميساج قال ليها راه عنده شي غرض مع شي صحابو غيمشي يقضيه وغيرجع، وصافي رجعت هي للدار. ومني كانت داخله للدار شافت راجلها كوبي راكب واحد السياره مع شي رجال ما عرفاتهمش، ولاحظت بلي الماتريكول ديال السياره من ولايه واشنطن، ولكن هي ما عرفاتش فين غاديين بالضبط. فالبوليس سولوها علاش ما جاتش بلغات على الاختفاء ديال راجلها، وفي عوض ما تبلغ هي صاحبو كاميرون هو اللي بلغ. فقالت لهم راه كوبي موالف كيمشي مع صحابو وكيخرجوا وكيتسابقوا بالطوموبيلات وكيرجع عادي، فجاتها حاجه عاديه كتخليه على راحته حتى كيرجع، ولكن هاد المره تعطل بزاف وما رجعش، وداكشي اللي خلاها تشوش عليه وتعيط لصحابو تسول واش شافوه ولا لا. ومنين ساقط الخبر بلي البوليس اصلا كيقلبوا عليه جات باش تعاود ليهم على شنو وقع، وبلي هي خايفه بزاف عليه. البوليس بقاو غاديين في التحقيقات ديالهم، وكل شي في هاد الوقت الاصدقاء العائله كل شي كان داير جهدو باش يلقاو شي دليل ولا شي حاجه توصلهم لكوبي. البوليس جبدو تقرير ديال كاع المكالمات ديال كوبي، ولقاو بلي فعلا جاه اتصال في الوقت اللي قالت لهم عليه جوردن، وبلي هاد المكالمه جاتو من واشنطن. فتبعوا هاد المكالمه وعرفوا شكون اللي عيط ليه. السيد اللي عيط ليه سميتو هوزي، ومني جابوا هاد السيد وحقوا معاه عرفوا بلي بيناتهم خدمه، واتصل بيه على قبل شي ماتيريال كان كوبي مسلفو من عنده صافي هادشي اللي كاين. وهاد هوزي كان عنده دليل اللي يخرجو من كاع هاد الصداع كامل، واللي هو مراته كانت كتولد في ديك الليله وهو كان معاها في لاكلينيك ديك الليله. فالبوليس صافي حيدوه من لائحه المشتبهين، ولكن هوزيه قال لهم بلي المكالمة اللي دازت بينه وبين كوبي كانت عادية، وهو كان كيهضر مكالمي وصوتو كان طبيعي، ولكن مراته كانت قالت ليهم بلي كوبي فاش كان كيهضر في التليفون كان باين عليه راه معصب، اذا شي حاجة ماشي هي هذيك. واش بصح كوبي كان كيدوي مقلق مع هوزيه كما قالت لهم جوردن، اولا كان كيهضر عادي وما كان عنده حتى شي مشكل كيف ما قال لهم هوزيه. من بعد شي ايامات واحد الايميل وصل لجوردن من عند شي حد سميتو توني، وهاد الايميل كان مكتوب فيه سلام جوردن انا توني، راكم غير كتضيعوا وقتكم في التقلاب على كوبي، غير وقفوا البحث عليه حيت راه صافي مشى. كوبي مشى يدير داكشي ديال تسلق الجبال مع صحابو وطاح من العلومات. فمشات جوردن مع ماماها للبوليس وعطاتهم هاد الايميل وقالت لهم راها كتعرف هاد توني هو صاحب كوبي. فالبوليس مشاو لعند هاد توني وحقوا معاه. فتوني قال لهم انا ما عارف والو على هاد الشيء، وماشي انا اصلا اللي صيفط هاد الايميل، وعطى البيسي والتليفون ديالو كلشي للبوليس باش يتحققوا واش هاد الشيء اللي كيقول بصح. وفعلا ما لقاو هاد السيد عنده حتى شي علاقه بداك الايميل، وماشي هو اللي صيفطو، وهو ما عندوش هاد الكونت اصلا. استمر البحث على كوبي، وجوردن جمعت واحد المجموعة من الناس باش يمشيو يقلبوا على كوبي، وقالت ليهم بما ان الايميل اللي تصيفط تقال فيه بلي كوبي طاح من شي مرتفع، علاش ما نمشيوش نقلبوا في واحد البلاصه نيت فيها المرتفعات واللي كان كوبي كيبغي دائما يمشي ليها. وقالت لهم هي عندها احساس قوي كيقول لها ممكن كوبي كاين تما، وهما ما خاسرين والو يمشيو ويتاكدوا. وهاد البلاصة اللي قالت لهم عليها كان فيها واحد المنحدر خطير، والارتفاع ديالو عالي وصعيب،
وهاد البلاصة سميتها لوب تريل. فعلا الناس وافقوا يمشيو معاها، مشاو لهاد البلاصة اللي قالت لهم عليها جوردن، وبداو كيقلبوا على كوبي. شوية جوردن بدات كتغوت وكتقول لهم راه كيبان ليها شي حد طايح تحت الواد وراه هو كوبي. ولكن في هاد الوقت كان بدا الليل كيطيح وكان صعيب ينزلوا لتحت، وقرروا يمشيو بحالهم حيت الليل غيطيح وما غيبقى يبان ليهم والو، ويرجعوا الصباح بكري باش ينزلوا لتحت ويشوفوا شكون اللي طايح تما. ولكن التصرفات ديال جوردن كانت غريبة، والناس اللي معاها لاحظوا هاد الشي، حيت هي بحال اللي مشات مقصده لهداك المرتفع بالضبط وماشي لشي بلاصه اخرى، والارتفاع راه كان عالي بزاف وصعيب يبان شكون كاين لتحت. فهاد الشي كان في شكل وماشي منطقي. الغد ليه مشات الاف بي اي والبوليس والناس المختصين ومجموعه من الناس من صحاب كوبي وعائلته والمعارف ديالو لديك البلاصه، ونزل واحد من الاف بي اي لتحت، وفعلا هذاك اللي كان تما هو كوبي فعلا. فطلعوه وداوه لامورغ باش يديروا التشريح الطبي، والنتيجة ديال هاد التشريح أن كوبي طاح على راسو وعلى كرشو وماشي على ظهرو. صافي الخبر ديال الموت ديال كوبي انتشر، وجوردن حطات تصويرة من نهار عرسهم وكتبات حداها الوداع كوبي، غتبقى ديما في قلبي، وشي كلام زوين على كوبي. ونهار العزو ديال كوبي الناس اللي كانوا حاضرين بان لهم التصرفات ديال جوردن غريبة وماشي هي هاديك. السيدة كانت عادية وما باينش عليها أنها متألمة نهائيا، كانت كتصرف بشكل طبيعي بحال اللي ماشي هذاك اللي راجلها، ماشي هذاك راه راجلها اللي عاد تزوجات بيه هو اللي مات، وكانت غير شادة التليفون ديالها ومكونيكتيها. وخاصة صاحبتها كيم جاو هاد التصرفات ديال جوردن بصح انورمال. فمورا الجنازة كيم مشات لعند البوليس وقالت لهم شي كلام اللي غيبدل الاتجاه اللي غادية فيه هاد القضية واللي حتى شي حد ما كان عارفه. كيم قالت للبوليس بلي جوردن من اول نهار تزوجات به كوبي بدات كترسل لها ميساجات كتقول لها انا ما متاكداش بلي هذا القرار ديال الزواج اللي خديت كان صحيح، وبلي ما عجبهاش الحال مع كوبي وما مرتاحش معاه، وبلي كتهرب من كوبي باش ما يقربش ليها. يعني السيده بحال اللي ندمات على هذا الزواج. وواحد النهار مع 9 ديال الليل مشات لعند كيم لدارها وبدات كتعاود ليها بلي عندها مشاكل مع كوبي، وهو تعصب عليها وغوت عليها. فكيم ملي شافت تصرفات جوردن نهار الجنازة وحتى الطريقة اللي لقات بها الجثة ديال كوبي مع داكشي اللي كانت كتعاود ليها شكات فيها، وهادشي اللي خلاها تجي لعند البوليس وتقول لهم هادشي، ووراتهم الميساجات اللي كانت كتصيفط ليها جوردن. ايوا هنا البوليس زادو شكوا في جوردن حيت هما راه اصلا كانوا شاكين فيها لعدة اسباب. وهنا غنطرقوا للريد فلاغز، الأسباب اللي خلاو البوليس والناس اللي قراب من جوردن يشكوا فيها باللي هي عندها علاقة بالاختفاء والموت ديال كوبي. أول حاجة جوردن كانت كتدخل وكتخرج في الهضرة مع البوليس، كل مرة كيسولوها نفس السؤال كتجاوب جواب مختلف. كيف ما كنقولوا الكذاب غير نسيه وسولو. الحاجة أو الدليل الثاني هو أنها كانت عارفة البلاصة اللي كاينة فيها الجثة ديال كوبي، وصاحبتها هانا اللي كانت معاها النهار اللي كانوا كيقلبوا على كوبي في دوك المرتفعات قالت بلي السيدة كانت غادية مقصدة لفين لقاو الجثة، ومني كانت كتقول ليها يوقفوا يقلبوا في شي بلاصة ولا شي منحدر ممكن يكون كوبي فيه، جوردن كانت كترفض وكتقول لصاحبتها لا راه ما غيكونش هنا، وكانت متأكدة. وهذا الشيء اللي خلى صاحبتها تشك فيها. وفي التحقيقات هانا قالت هذا الشيء كامل للبوليس. واما الدلائل اللي خلاو البوليس يتاكدوا بلي جوردن هي مولات الفعله هي هذا الشيء اللي غنقول دابا، واسمعوا مزيان. الايميل اللي كانت وصلت به جوردن من داك الكونت اللي مسمي راسو توني، وهي قالت للبوليس مني وراتو ليهم راه اللي صيفطو هو توني صاحب كوبي. في داك الوقت كان ما يمكنش البوليس يعرفوا بسهوله هذاك الايميل جاي من اش من جهاز والبلاصه بالضبط اللي مصيفط منها. فالحل كان هو يتواصلوا مع شركه جوجل باش تعطيهم المعلومات اللي باغيين، ولكن هذا الشيء كان كياخد ايام باش الشركه ديال جوجل ترد عليهم وتعطيهم المعلومات اللي باغيين باش يعرفوا هذا الايميل منين جاي. وفعلا جوجل بعد شي ايامات جاوبوا البوليس، وهنا كانت المفاجأة اللي غيرات كل شيء في هذه القضية. هذاك الايميل كان جاي من دار الوالدين ديال جوردن، يعني اللي كتب داك الايميل وصيفطو لجوردن شي حد من هذيك الدار، ممكن جوردن، يمكن الاب او الام الاخ ديالها، او لا شي حد من صحابها جا لعندها.
والدليل اللي كيزيد يبين التورط ديال جوردن هو ان البوليس تبعوا التليفون ديال جوردن باش يعرفوا فين كانت هذيك الليله اللي وقعت فيها الحادثه. لقاو باللي تليفونها كان هو والتليفون ديال كوبي في نفس البلاصه، واللي هو داك التل او المرتفع اللي لقاو فيه لتحت الجثه ديال كوبي. يعني جوردن وكوبي راه كانوا مع بعضهم في البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه. مع العلم هي كذبات وقالت مني كانوا راجعين من المطعم اللي تعشاو فيه، هي مشات للبلاصه فين خدامه باش تجيب الشارجور ديالها وهو خلاته في الدار. ومن بعد مشى مع دوك صحابو في الطوموبيل. وزيد على هاد الشيء هذيك الحديقه اللي كانوا كيمشيو ليها كان فيها كاميرا في الدخله ديالها، والكاميرا سجلاتهم منين كانوا داخلين بجوج في السياره ديال كوبي. يعني جوردن وكوبي جاو مع بعضياتهم ديك الليله ودخلوا لداك البارك بجوج بيهم ومشاو بجوج لداك التل اللي وقعت فيه الجريمه فين طاح كوبي. مع الهضره اللي قالت لهم صاحبتها كيم انها ما كانتش مرتاحه مع كوبي وندمات على الزواج، صافي هنا البوليس عرفوا باللي هي بنسبة 99%. بقى خاصهم غير الاعتراف ديالها. البوليس عيطوا لها هاد المرة وجابوها باش يعاودوا معها التحقيق، وهنا وراوها التسجيلات ديال الكاميرا وواجهوها بالأدلة. وغير شافت التسجيلات ديال الكاميرا بدات كتبكي، والأول مرة بعد الاختفاء والموت ديال كوبي. جوردن بكات وقالت لهم باللي هي راه غير دفعت على راسها. قالت لهم بلي فاش تعشاو وكملوا وكانوا راجعين للدار تزايدوا في الهضره، فباش يتكالماو فقالوا يمشيو لهداك البارك باش يرتاحوا فيه ويهضروا تما، حيت هذيك البلاصه كانت كتعجبهم بجوج، وممكن الا مشاو ليها يلقاو حل بشكل اسرع واسهل وهما في ديك البلاصه اللي كيرتاحوا فيها بجوج. ومني وصلوا لهذيك البلاصه فين طاح كوبي، جوردن قالت ليه بلي هي حاسه راسها تسرعات في هاد الزواج، وهاد الشيء عصب كوبي بزاف وتشادوا بالكلام وبداو كيدابزوا. وكوبي بدا كيعنفها شويه وشدها في يديها بالجهد، وهي باش تدافع على راسها حيدات ليه يديه بالجهد ودفعاتو باش يطلقها. وفي هاد اللحظه كوبي زلق وطاح لتحت، وبلي هي ما كانتش قاصده تأذيه وما كانتش مخطه هاد الشيء يطرا، وهاد الشيء وقع في لحظه غضب وخوف. ولكن البوليس ما صدقوش هاد الشيء اللي قالت لهم جوردن، حيت كاع الادله اللي عندهم كتقول العكس، وخاصه الايميل اللي صيفطات لراسها وكانت باغا تورط حتى صاحبو توني في القضيه واخا هي عارفاه ما داير والو، والكذوب اللي كذبات عليهم من البدايه ديال القضيه. وحاجه اخرى خلاتهم ما يثيقوش بداك الشيء اللي قالت ليهم، هو لقاو حدا الجثه ديال كوبي واحد الشال ولا فولار اللي باين كانوا عينيه مغطين به. ومني سولو جوردن على هذاك الفولار قالت ليهم لا راه حقا هو اللي داروا على عينيه، وبدا كيقول لي شوفي واخا دايرو انا ما غنطيحش. فالهضره ديالها كانت ماشي منطقيه، وشكو بلي غطات ليه هي عينيه زعما بحال الا دايره ليه شي مفاجاه، وهو مشى معاها بحسن النيه وهي استغلت الثقه ديالو ودفعاتو وهو مغمض عينيه. خاصه انه كان قال لشي صحابو داك النهار كان داير معاهم غيتلاقاو يلعبوا الجولف باللي جوردن دايره ليه مفاجاه وما غيقدرش يتلاقى معاهم. وحتى باباها الى عقلتو قال ليه راه بنتو جوردن دايره ليه مفاجاه. وخاصة أن كوبي بشهادة الناس اللي كانوا كيعرفوه كان كيخاف من المرتفعات، فداك الشيء اللي قالت ليهم راه ماشي منطقي. فالبوليس وجهوا ليها تهمة القتل من الدرجة الأولى، والمحامي ديالها حاول يقنع المحكمة بلي داك الشيء اللي وقع ما كانش عن قصد وهي غير دافعت على راسها، ولكن المحكمة ما اقتنعاتش وتحكمات جوردن بالحبس لمدة 30 عام، وما عمرها غيكون عندها الحق يطلقوها لأي سبب حتى تكمل المدة ديالها كاملة. وشحال من مرة دارت الاستئناف ولكن ديما كيترفض. ايوا كانت هادي سيادنا هي القصة ديالنا ديال اليوم، وكيبقى السؤال علاش جوردن دارت هاد الشيء؟ شنو اللي خلاها توصل تقتل راجلها بعد 7 ايام من زواجهم؟ واش بصح كانت كتدافع على راسها وما كانتش مخططه لهاد الشيء، ولا كانت عارفه راسها شنو كدير وكانت مخططه للجريمه ديالها خاصه مع الادله اللي لقاو ضدها؟ وعلاش هاد الشيء وصل للقتل؟ كان بإمكانها تفارق معاه. شنو اللي خلاها تخطط وتنفذ جريمة بشعة بحال هادي؟ ما عرفناش وهي ما عمرها ما قالت. المهم ايوا كنتمنى تكون هاد القصة نالت الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في قصة جديدة. السلام عليكم.